بطلب من كل واحد بس يشوف الفيديو ده يشيره علشان بس صوتي يوصل للسيد الوزير المحافظ محافظ السويس. انا بشتغل سواق، والمحافظ اخيرا فكر فينا وفكر ان هو يرخص لنا تكوسه، وتقدمنا كلنا علشان خاطر نفوز بنمر التاكسي. وكانت الشروط صعبه جدا، ان احنا نجيب ورق ومستندات ان احنا مش شغالين في شركه، يعني مش متامن علينا، ما عندناش عقار، ما عندناش سجل تجاري، يعني مش فاتحين محل، عشان خاطر يضمن ان النمر رايحه للناس المستحقين. والحمد لله كنت من ضمن ال100 واحد اللي فازوا بالنمر. كان في شرط علشان تاخد النمر ان انت تجيب عربيه جديده موديل السنه علشان خاطر ننهض بخدمه المواطن السويسي. طبعا احنا ما معناش نجيب عربيات جديده، فتوجهنا للصندوق اللي عامله فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمه الشباب. الصندوق ده بيدعم المشروعات الصغيره والمتوسطه. توجهت لمدير الصندوق وقلنا له ان احنا اللي فايزين ب100 نمره تاكسي، بس ما معناش نجيب عربيه جديده، ما معناش نجيب ب 200,000 عربيه جديده، فمحتاجين الدعم. الراجل رحب جدا وقال استنى اول حاجه هقعد مع المحافظ عشان خاطر بس نعرف ناخد الاذن يعني. المهم قعد مع السيد الوزير المحافظ وطبعا وافق وقال طبعا ندعمهم لان دول شبابنا. المهم الصندوق مدير الصندوق راح للمرور واخد كشف باسماء الناس اللي فايزه بالنمر، وهم 100 نمره. وبعد ما ملينا كل الاستمارات والورق توجهنا او الصندوق وجهنا للبنك الاهلي علشان يبتدي الجهه التنفيذيه اللي هتصرف لنا الفلوس. المهم في الفتره دي دخلت علينا كورونا، كل حاجه وقفت، حتى المرور وقف. لكن لما الدنيا ابتدت تشتغل تاني ابتدينا بقى نخلص اوراقنا، وطبعا البنك علشان يضمن حقه لازم تجيب له ورق من كل حته. المهم علشان خاطر يضمن حقه، المهم بتاريخ 22/9 أنا دفعت مبلغ وقدره 51,000 جنيه، التلت المقدم بتاع العربية، وادي الوصل بتاعي أهو. المهم البنك قال لي استنى دورك، لأن أنا مش الوحيد بس اللي مستني القرض، ده في كتير قوي، في حوالي 100 واحد غير بقى المشاريع التانية. المهم من كام يوم كده هوت القرض بتاعي نزل، لا بس فوجئت إن البنك بيطلب مني إني أروح أجيب له ورق يثبت إن أنا معايا نمرة من المرور. طبعا استغربت من القرار ده، بس رحت نفذت القرار، رحت للمرور السويس، مرور التاكسي في السويس، قال لي لا انت النمره بتاعتك اتسحبت راحت المحافظه. طب ايه اللي ودى النمره المحافظه؟ قال ما نعرفش، روح بقى انت اسال المحافظه. رحت المحافظه اسال، قال لا احنا ما خدناش حاجه، احنا يا دوبك اخترناهم ان احنا عايزين الناس اللي رخصت والناس اللي لسه ما رخصتش. رجعت تاني كمان للمرور، يا جماعه النمر عندي، النمر عندكم؟ لا النمر مش دلوقتي عندنا، النمر دلوقتي عند المحافظه. توجهت تاني للمحافظه ورايح جاي على المحافظه والبنك كمان. البنك الداخل بيقول لي انا محتاج الورقه دي علشان اكمل بقيه الاوراق، وعمال الف رايح جاي، وانا بقالي 3 شهور قاعد في البيت، لا شغله ولا مشغله، كل ده على امل مشروع حياتي ان هو يتم. فانا نفسي بس صوتي يوصل للسيد الوزير المحافظ. انا واثق ان لو الموضوع ده وصل له هو اللي هيدور عليا وهو اللي هيحل لي مشكلتي. محدش عايز يحل لي مشكلتي، محدش عارف، محدش صاحب قرار. القرار الاول والاخير للسيد الوزير المحافظ، لان دي منحه من المحافظه لسواقين التاكسي. المشكله بقى ان احنا حلمنا حلم حلو بس صحينا لقينا نفسنا عايشين في كابوس. انا اتدينت واستلفت من طوب الارض عشان خاطر اعرف اجمع المقدم بتاع العربيه دي، وطبعا قاعد في البيت بقالي 3 شهور على امل العربيه لما تيجي علشان اشتغل. يعني انا مشروعي واقف ومش عارف ليه، مش عارف السبب في ايه، واحنا مش عارفين نلاقيها من كورونا اللي واقفه حال البلد ولا الروتين ولا ايه. فنفسي بس صوتي يوصل للسيد الوزير المحافظ، وانا واثق ان هو اللي هيحل لي مشكلتي، لان مفيش حد عارف يحل المشكله دي، والورق رايح جاي والدنيا واقفه خالص. فلو كنت بتعزني وشفت الفيديو ده مش محتاج منك بس غير شير عشان خاطر صوتي يوصل للسيد الوزير المحافظ. شكرا.